وصفة اقتصادية جدا لعشاق البطاطس. طبعا نقدر نسميها البانيه، بدون فراخ وبدون لحوم. نقدر نسميها ناجتس البطاطس. طبعا شكلها واضح جدا، والقرمشة واضحة جدا، والشكل تحفة. اسيبكم بقى تسمعوا القرمشة كده. والسوا بتاعها مظبوط جدا، وما شاء الله طعمها خطير واقتصادية وسهلة جدا وهتعجبكم. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف طريقة التحضير. معايا طبعا 6 حبات كده من البطاطس. طبعا الكمية اللي انت حابة تعمليها، انا عاملة بزيادة عشان انا هشيل شوية في الفريزر. نعملها وناخد اللي احنا محتاجينه، والزيادة بنشيله في الفريزر وقت ما نعوز ايه نحمره.